الرانسوم أو برامج الفدية، أكيد الاسم ده عدى على كتير مننا، بس الموضوع أخطر بكتير من إنه مجرد فيروس عادي. ده تهديد حقيقي لكل حاجة تخصنا على الإنترنت. في الشرح ده هنفصص الموضوع ونفهم بالظبط إيه هو وإزاي بيشتغل. تخيل كده تفتح جهازك وتلاقي الرسالة دي في وشك: جهازك تم اختراقه. الطريقة الوحيدة لاسترجاع بياناتك هي دفع فدية. دي مش مجرد رسالة، ده كابوس. الجملة دي لوحدها بتلخص هجوم برامج الفدية كله في كلمتين: رعب وابتزاز. طيب، الموضوع مش مجرد مشكلة تقنية لناس معينة، لأ، ده بقى وباء رقمي بجد، بيهدد كل واحد فينا. طب إيه هو بالظبط؟ ببساطة شديدة، تخيل إن كل ملفاتك المهمة، صورك، شغلك، كل حاجة اتحط عليها قفل ديجيتال محدش معاه مفتاحه غير المهاجم، والقفل ده مش هيتفتح والملفات دي مش هترجع إلا لما تدفع. طيب مين اللي في خطر؟ الإجابة بسيطة: الكل. محدش في مأمن خالص. الهجمات دي مش بتفرق، بتضرب أي حد وأي حاجة. بنتكلم على بنية تحتية ضخمة زي خطوط أنابيب، وبنتكلم على حكومات ومدارس وشركات، وكمان جهاز الكمبيوتر الشخصي اللي في بيوتنا. الخطر ده حرفياً على كل الناس. طب جميل، إزاي بقى عملية الخطف الرقمي دي بتحصل؟ تعالوا نفصص الموضوع خطوة بخطوة ونشوف إزاي المهاجم بينفذ العملية دي. الموضوع ماشي بخطة مدروسة قوي. أول حاجة، المهاجم بيدور على أي نقطة ضعف في النظام بتاعك ويدخل منها. بعد ما يدخل بيزرع الكود الخبيث بتاعه، والكود ده مش بيشتغل على طول، لأ، ده ممكن يفضل نايم ومستخبي جوه جهازك لأيام أو حتى أسابيع، وبعدين فجأة يصحى ويبدأ يشفر كل حاجة: صور، ملفات، شغل، كل حاجة مهمة، بس بيسيب نظام التشغيل سليم. وده طبعا عشان الضحية يقدر يشوف الرسالة بتاعة طلب الفدية ويعرف يدفع. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا لازم الكل يفهمها. الواحد ممكن يتخيل إن الهاكرز دول بيستخدموا أساليب عبقرية وثغرات سرية محدش سمع عنها قبل كده، بس الحقيقة لأ. الغالبية العظمى من الهجمات دي بتستغل ثغرات قديمة ومعروفة، يعني ثغرات الشركات نفسها أعلنت عنها ونزلت تحديثات أمنية عشان تسدها. يعني من الآخر أغلب الهجمات دي كان ممكن منعها بمجرد تحديث بسيط. وللأسف لو كل ده حصل والملفات خلاص اتشفرت، الضحية بيلاقي نفسه قدام اختيار صعب جدا ومستحيل تقريبا. السؤال هو: تدفع الفدية ولا لأ؟ يا ترى إيه القرار الصح في موقف زي ده؟ خلينا نفكر فيها. إنك تدفع الفدية دي مخاطرة كبيرة جداً. ليه؟ لأننا في النهاية بنتعامل مع مجرمين، مفيش أي حاجة تلزمهم إنهم يرجعوا الملفات. ممكن جداً ياخدوا الفلوس ويختفوا، أو حتى لو بعتوا أداة لفك التشفير، مين يضمن إنها هتشتغل أصلاً؟ ممكن تكون مجرد خدعة. طيب، كفاية كلام عن المشكلة. الأهم هو الحل. إزاي نقدر نحمي نفسنا ونبني حصن رقمي قوي يصد أي هجوم من النوع ده؟ الوقاية دايماً خير من العلاج، وخط الدفاع الأول بيبدأ بشوية أساسيات بسيطة بس مهمة جداً. أولاً، تحديث كل حاجة باستمرار: الأجهزة، البرامج، أنظمة التشغيل. ثانياً، كلمات السر لازم تكون قوية، وبلاش نستخدم كلمات السر الافتراضية أبداً. ولو في أي نظام تشغيل قديم لازم نستخدمه لسبب أو لآخر، لازم نعزله تماماً عن الإنترنت عشان ما يبقاش هو الباب اللي يدخل منه الحرامي. بس خلينا نكون واقعيين، لو كل الدفاعات دي وقعت والهجوم حصل، في خطة بديلة أخيرة، هي طوق النجاة الوحيد اللي ممكن يرجع كل حاجة من غير ما ندفع مليم واحد: النسخة الاحتياطية أو الباك اب. لكن للأسف حتى النسخة الاحتياطي في فخ خطير جدا. مش كفاية إن الواحد يكون عنده باك اب وخلاص. ليه؟ تخيل معايا السيناريو ده: الهجوم حصل من 6 أسابيع والفيروس فضل نايم ومستخبي. في خلال الفترة دي أنت بتعمل نسخ احتياطي بشكل طبيعي، واللي بيحصل إنك بتعمل نسخ احتياطي للفيروس نفسه من غير ما تعرف. النهاردة الفيروس بيشتغل وبيشفر كل حاجة. لو جيت تسترجع النسخة الاحتياطية بتاعت الأسبوع اللي فات، أنت حرفياً بترجع الفيروس تاني لجهازك وبترجع لنقطة الصفر. إذن بعد كل ده، إيه هي الاستراتيجية الصح؟ إيه الخلاصة اللي تخلينا في أمان؟ خلينا نلخص أهم نقط في استراتيجية الدفاع الكاملة. الخلاصة في 3 نقط. أولاً، النسخة الاحتياطي لوحده مش كفاية. الأهم هو إننا نختبره باستمرار ونتأكد إننا فعلاً بنعرف نرجع بياناتنا منه. تانياً، لازم نكون فاهمين الشبكة بتاعتنا كويس، عشان لو حصل اختراق في حتة نعرف نعزلها بسرعة قبل ما تنتشر في باقي الأجهزة. وأخيراً، لازم نكون استباقيين، يعني نتابع التحديثات أول بأول وما نستناش المشكلة تحصل عشان نبدأ نتحرك.
وفي الآخر السؤال الحقيقي مش هل ممكن الهجوم ده يحصل، لأن الإجابة غالباً ممكن يحصل لأي حد. السؤال الأهم هو هل إحنا مستعدين له؟ لو الهجوم ده حصل النهاردة، يا ترى الحصن الرقمي بتاعنا هيقدر يصمد ولا هينهار؟